سلم يا رب. حرائق ب6 ولايات وإجلاء أكثر من 1000 شخص. نسأل الله العظيم السلامة. ربنا يحفظ الجزائر وشعبها. لا تزال وحدات الحماية المدنية تعمل على إخماد حرائق الغابات التي نشبت يوم الأحد إلى الاثنين عبر مناطق وولايات مختلفة. وكإجراء وقائي أعلنت الحماية المدنية عن إجلاء 1400 شخص بولاية البويرة، بينما تم إجلاء 100 آخرين بولاية بجاية. وبحسب المصالح ذاتها لا تزال عملية إخماد الحرائق متواصلة، بينما تم مساء الأحد إخماد 16 حريق. وفيما يلي الحرائق التي لا تزال مشتعلة منها الساحل بلدية ملبو، حريق إغيل بلدية أمزور، حريق بو منصور بلدية وادي غير. نسأل الله العظيم أن يحفظ الجزائر. حريق ككساد بلدية إسماعيل. ومن جانبها دعت الإذاعة الجهوية للولاية صبيحة اليوم الاثنين إلى توخي الحذر بسبب وجود حريق على مستوى الطريق الوطني رقم 24 و43 الرابط بين بجاية وتيزي ووزو. الحماية المدنية لولاية البويرة أكدت كذلك عملية إخماد الحرائق ال4 التي نشبت. نسأل الله العظيم أن يسلمها ويعديها على خير. وسجلت ولاية جيجل اندلاع 6 حرائق على مستوى زيامة منصورية والمنارة الكبير والشحنة أوجانا وبنطاهر، حيث تعمل الحماية على إخمادها بتسخير كل اللوازم. والحماية المدنية أعلنت لبومرداس كشفت عن تسجيل 18 حريق عبر عدة نقاط تم إخماد 14 منها بصفة كلية، وتم منعها من الانتشار إلى السكنات والممتلكات. أعزائي المتابعين، وبكده بنكون وصلنا لنهاية خبرنا اليوم. دمتم بأمان الله وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.